نعلق على خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحبيت نمد الرأي تاعي فيه، اللي هو قضية وردة شلمونتي. أول حاجة نقول لكم باللي أنا الحمد لله يا ربي ما نتبع لا فنانين لا فنانات لا مؤثرين لا مؤثرات، إلا اللي عندهم محتوى راقي ومحترم ويقدم قيمة مضافة للمشاهد. السؤال اللي حبيت نطرحه على المتابعين: علاه تتبعوا هذا المحتوى؟ علاه تتبعوا هذا النوع من المغنيين والمغنيات؟ علاه تتبعوا التفاهات؟ علاه تشجعوا هذه الأمور؟ لما نحط فيديو فيه فائدة للمتابعين ما يجيبش مشاهدات، وكي نحط حاجة تافهة ولا خبر تاع طلاق ولا تاع زواج ولا تاع فضيحة ولا تاع أي حاجة يجيب الملايين من المشاهدات. أنا هذه الحاجة اللي ما فهمتهاش. علاه تابع الآخر هذيك، علاه تتابعوا هذا النوع من المحتوى؟ حتى ولينا شغل خلاص، ولا الانسان ما يقدرش يدير محتوى، ولينا ما نقدروش نديروا حتى محتوى فيه فايده، ولينا نتبعوا غير هذو الامور بالصفه علينا. علاه؟ ويخرجوا لنا بالصفه علينا لانكم انتم تشجعوهم، انتم تطلعوهم. ثم حاولوا تراجعوا نفوسكم، حاولوا كيفاش تبدلوا المحتوى، حاولوا كيفاش تبدلوا الاستحقاق تاعكم من خلال متابعة محتوى يحمل قيمة وفائدة وعنده معنى. هذه هي الرسالة تاعي اللي حبيت نوجهها لكم لكم جميعا. وفي الآخر نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى الرسالة تاعي تكون وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.